جواز الصالونات ما بقاش اسمه جواز صالونات ولا حتى الجواز التقليدي. طب اسمه ايه يا ميار؟ اسمه الجواز المدبر او المرتب، وده عشان بيبقى بترتيب من الاهل والمعارف بانهم يختاروا لبنتهم او ابنهم شريك حياه، عشان بيبقوا شايفين فيه مواصفات كويسه وان الحياه هتبقى معاه ناجحه ومستقره. وعلى غير المتوقع بقى الدراسات اثبتت ان جواز الصالونات او الجواز المرتب ده انجح من الجواز عن حب. زي دراسه اتعملت في جامعه هارفارد بتقول ان الجواز ده انجح من غيره، لان الاختيار من الاول جه عن طريق الاهل او ناس موثوق فيهم وبيبقى عندهم خبره كبيره في الحياه. ودراسه ثانيه اتعملت في جامعه شيكاغو قالت ان الجواز ده انجح من غيره لان كل واحد بيختار شريك حياته بناء على التوافق الفكري والشخصي ما بينهم. طب ما عادي، احنا حوالينا ناس كتير متجوزين صالونات او مدبر او مرتب وناجحين ومبسوطين، بس يمكن برضو عمرنا ما كنا نتخيل ان الدراسات تنجحه اكتر من الجواز اللي قايم عن حب وارتباط سنين. ليه جواز الصالونات بقى انجح من الجواز اللي قايم عن حب؟ علشان العقل هو اللي بيبقى سايق فيه على الاقل في الفتره الاولى لحد ما يحصل اعجاب او استلطاف او حركه في المشاعر كده، بس على الاقل كل خطوه تمت وكل قرار اتاخد في الاول كان طالع بعد تفكير وحكمه من الطرفين. وفي المرحله دي وانت بتختاري شريك حياتك بتشوفي ايه المناسب ليك واللي فيه المواصفات اللي انت عايزاها وبتدوري عليه، ما بيبقاش فيه اسباب تخليكي تتنازلي عن حاجه او تضحي بحاجه في سبيل حاجه ثانيه. ما اتفقنا بقى العقل هو اللي بيبقى سايق، وبيبقى فيه حته ثقه كده في الاول ناتجه عن ان في حد كبير عارفينه هو اللي مرشح لنا الشخص ده. علشان كده لما بيحصل تعارف والطرفين بيقعدوا سوا بيبقوا مدين الامان شويه، عشان الاختيار من البدايه كان بعيد عن ايديه. ايوه يا جماعه، ما هو بعد فتره طويله من الاختيارات اللي زي الزفت دي الانسان بيفقد الثقه في اختياراته، غير بقى الاحساس بالدعم والمسانده اللي من الاهل، علشان بتعملي اللي على مزاجهم واللي بيرضيهم، وعلشان الموضوع كله حاصل قدام عينيهم. كمان فرصه حدوث مشاكل او خلافات بين العيلتين او في الجوازه بتكون قليله، علشان اصلا الاختيار من الاول جاي عن طريقه. وفي الغالب قعدات التعارف اللي من النوع ده بتبقى مبنيه على الصراحه والوضوح، كل واحد بيبقى مقرر يقول مميزاته وعيوبه ويطلع كل اللي عنده. هو اصلا راح يتكلم مع حد ما يعرفوش، فمفيش اسباب تستدعي الكذب او التحوير. يعني انا اصلا لسه ما شفتش منك اي حاجه تخليني اعمل خطط وحوارات علشان اكسبك. لكن في الجواز اللي عن حب بتبقى تضحيه بلا هدف علشان بس تكونوا مع بعض. القلب هو اللي على طول سايق، قلبك بيبقى عايزك تكون مع حد لمجرد ان ادالك شويه مشاعر كانت ناقصه عندك وملى الفراغ العاطفي اللي كان موجود. ولما يحصل خلافات او عدم توافق بين حاجات كتير في النص بنعديها علشان خاطر الحب. ولكن مع نجاح تجارب كتير من جواز الصالونات الا ان في ناس رافضاه تماما ومستحيل تتجوز بالطريقه دي. طب لو اتحطينا في الموقف ده، او لو ناويه تقعدي قعده جواز الصالونات قريب مع حد، او ما عندكيش رفض للفكره نفسها، نتصرف ازاي؟ الاهتمام بالمظهر مهم للانطباع الاول، ومهم ليك انت كمان علشان ثقتك في نفسك وانت بتتكلمي. ما ينفعش نلبس كاجوال قوي او مفتوح او قصير لانه مش مناسب للمقابلات اللي من النوع ده. في الاول كده لازم تبقي فاهمه ان الطرفين في الموقف ده متساويين في كل حاجه، يعني زي ما هو جاي يشوفك انت مناسبه ولا لا، انت كمان بتشوفي وتقرري هو مناسب ولا لا. وزي ما هو من حقه يرفض او يقول لا علشان اسباب عنده، انت كمان من حقك ترفضي او تقولي لا لاسباب. لازم تبقي مرتبه اولوياتك قبل القعده دي، بمعنى ان انت لازم تقرري انت هتتكلمي في ايه وتسمعي منه ايه، وايه الحاجات المهمه اللي تعرفيها عنه في الاول بالنسبه لك. لازم تكوني صريحه مع نفسك ومع الشخص ده، وما تتردديش انك تساليه عن الحاجات اللي انت عاوزاها. ما تحاوليش تخبي وتداري عيوب فيك، بالعكس مهم ان العيوب تتقال قبل المميزات. وكده كده كلنا مش كاملين وعندنا عيوب. كمان ده هيشجعه انه يتكلم معاكي بصراحه ويقولك على عيوبه وعلى الحاجات اللي كان ممكن يخبيها او ما كانش عنده الشجاعه الكافيه انه يقولها لك في الاول. ما تستعجليش في الحكم عليه، عادي ممكن تقعدي معاه مره واثنين وثلاثه لحد ما تاخدي القرار اللي انت شايفاه مناسب. ولو حصل خطوبه دي برده فتره تعارف، ولكن بشكل مختلف شويه، يعني هيحصل فيها مواقف تانية كتير مع توضيب الشقه واختيار تفاصيل، ومواقف يوميه تانية هتاكد لك الشخص ده زي ما انت شايفاه ولا لا. عايزه اعرف رايكم، يا ترى ايه انجح، الجواز عن حب ولا الجواز الصالونات؟ وشاركوني في التعليقات بنصايحكم علشان نعدي المقابله الاولى بسلام.